الفائدة 19 في معرفة الحديث النبوي. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعلى هذا فهو على 4 أنواع. النوع الأول الحديث القولي. النوع الثاني الحديث الفعلي. النوع الثالث الحديث التقريري. النوع الرابع الحديث الوصفي. وعليه قال أبو رفيدة وفقه الله: وما أضفته إلى النبي قل حديثه كقال أو يقول قل، وفعله كذا مع التقرير، ووصفه يكون بالتقدير.